ومين يصدق ان احنا النهارده هنعمل فطير شرقي محشي، حاجه حلوه جدا جدا، طعمه في منتهى الروعه والجمال، من غير عجن ولا توريق ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا، واظن الفطير بتاعنا يا بنات بيتكلم عن نفسه. للناس اللي ما تعرفوش، هو فطير احمد امين اللي مشهور جدا جدا ومكسر الدنيا. يلا بينا بقى نشوف الفطير الحلو المحشي بتاعنا ده ازاي هنعمله النهارده. يلا بينا بقى على الطريقه والمقادير. في البدايه هجيب كازرولة عشان اعمل فيها الكريمه اللي بتكون محشيه جوه الفطير. عندي 3 كوبايات من الميه وعليهم 4 معالق كبار من الحليب البودر. عندي كمان 3 معالق كبار من الدقيق، وزي ما انت شايفه كده ما تستغربيش خالص. عندي كمان ربع كوبايه من السكر، هقلبهم الاول عشان ما يتكتلوش، وبعد كده هبتدي ان انا انزل بمعلقه ونص من النشا. عايزه اقولك ان المقدار ده خيالي وعالمي، وهتكون معاكي احلى كريمه قشطه ممكن تدوقيها في حياتك. طبعا ناس كتيره جدا هتستغرب ان انا حطيت دقيق، لكن ما تستغربيش خالص، بيكون ميكس حلو جدا، وكمان طعمها بيكون احلى من ان انت تعمليها بالنشا بس. هرفعهم على نار متوسطه وابتدي ان انا اقلبهم لغايه ما يتشكلوا معايا، ومجرد ما يتشكلوا هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الزبده ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه. لو مش عندك كريم شانتيه تقدري تبدليهم بمعلقتين كبار من القشطه، وتستغني عن الزبده وتستغني كمان عن الكريم شانتيه. وبكده بقى هقلبهم في البوله واسيبهم يبردوا تماما، ونحضر مع بعض لفه جلاش كامله اللي هي نص كيلو. انا مطلعاهم ومورقاهم كده، كل ورقه فيها 3، يعني 3 ورقات جوه بعض. وطبعا ببتدي ان انا الفهم كويس جدا في فوطه مطبخ نظيفه عشان ما تنشفش معايا. بطلع بقى ال3 ورقات الاولانيين، وباخد الورقه الاولى ببتدي ان انا ادهنها بشويه من السمنه او الزبده. ممكن كمان ميكس ما بين السمنه والزبده، وممكن سمنه بس او زبده بس، يعني المتاح بالنسبه لك. انا بالنسبه لي هنا يا بنات مستخدمه سمنه بلدي، وطبعا ليكي مطلق الحريه اي نوعيه سمنه انت بتفضليها تقدري ان انت تستخدميها. دهنت الورقه الاولى بتاعتي كويس جدا، حطيت عليها الورقه الثانيه وبرده دهنتها كويس جدا. الورقه الثانيه بطبقها بالشكل ده. جبت شويه من السوداني المجروش، وعليه شويه من جوز الهند وشويه من البندق، اي نوعيه مكسرات موجوده عندك تقدري ان انت تضيفيها. جبت كريمه القشطه بتاعتي اللي انا عملتها المنزليه، وطبعا هي بارده معايا تمام، ولكني القوام بتاعها بيكون متوسط. انا مش بحبها سميكه عشان انا مش عايزاها تتكتل جوه. تنيتها بقى بالشكل ده، ودهنت دهنه بسيطه من السمنه، وطبقت الجوانب على بعض، وبرده دهنت دهنه بسيطه من السمنه بالشكل دون. وهبتدي ان انا اقفل الفطيره بتاعتي، وبكده هتكون عندي احلى فطيره مورقه طعمها تحفه جدا جدا. طبعا جبت صاج مدهون بشويه من السمنه، وابتديت ان انا ارص فيه الفطير. هنعمل مع بعض واحده تانية ورقه، وهدهنها بشويه من السمنه او الزبده. بعدين هحط ورقه تانية عليها وادهنها بشويه من السمنه او الزبده. وطبعا دهن الطبقات ده بيخلي لك الفطيره مورقه جدا، وطعمها حلو جدا ومقرمشه وغنيه كده في نفسها. طبعا الورقه اللي انا بطبقها دي مهمه جدا علشان تحافظ على الحشوه بتاعتي، ما تطلعش بره الفطيره وما تتحرقش معايا. ما بين كل التانية والتانية ببتدي ان انا ادهن شوية من السمنة زي ما انتوا شايفيني كده بالظبط. هنعمل مع بعض واحدة تالتة كده في السريع واخيرة. بدهن وبحط الورقة التانية، وبعدين بدهن تاني، وبحط الورقة المتنية نصين عشان احط فيها المكسرات بتاعتي وحشوة الكريمة بتاعتي. ممكن كمان نستغنى عن الكريمة خالص، ممكن نحط مكسرات بس، وممكن نعملها سادة خالص جدا. نيجي بقى للصاج بتاعي. انا عملت 5 فطاير، عملت عفوا 7 فطاير يا بنات، دول 6 وفي فطيره كمان موجوده بره. هدهن بقى وشها كويس جدا من السمنه، وابتدي ان انا ادخلها على فرن درجه حرارته 220، بتقعد من ربع ساعه لتلت ساعه. لو مش هشغل الفرن اقدر ان انا احط معلقه سمنه بسيطه على الطاسه، نار متوسطه، وابتدي احمر فيها الفطيره على الجريل من فوق او على الطاسه بتاعتي من على النار من فوق، وبيطلع معايا عالمي جدا. زي ما انتم شايفين الفطير بتاعنا ما شاء الله طالع بغاشه. عملت 7 فطاير بمنتهى السهوله والبساطه. جبت نص كوبايه من الحليب البارد تماما، مقلبه معاه معلقه من السكر، وابتديت ان انا اسقي بيه الفطير. عايزه تسقيه بسيرب خفيف مفيش مشكله، المهم ان السيرب بتاعك يكون بارد تماما عشان الفطيره بتاعتك ما تعجنش وتفضل مورقه كده ومحافظه على نفسها. انا بالنسبه لي عشان الوصفه سهل في سهل، فسقيتها بنص كوبايه من الحليب زي ما قلت لك كده، اديتها رشه بسيطه من السكر البودره، وهديها بقى شويه مكسرات كده علشان خاطر ازين الوش معاكم. طبعا ممكن تستغني عن المكسرات، ممكن تحطي زبيب، جوز هند، تستكفي برشه السكر زي ما انت عايزه. جبت بقى الفطيره رقم 7 بتاعتي دي ودلعتها شويه، حطيت عليها شويه من صوص الكراميل اللي احنا عملناه في حلقه امبارح بتاع الحلا، سيبه لكم ان شاء الله في اول تعليق، وحطيت عليها شويه من المكسرات بالشكل ده. بقى عندنا اسهل واحلى فطير شرقي محشي حلو، تقدري ان انت تاكليه بطريقه سهله وبسيطه جدا. قدرتي ان انت تحلي
في نص ساعة تقريبا كان ما شاء الله الفطير كله عندي جاهز. وزي ما قلتلك تقدري تستبدلي ان انتي تسويه في الفرن، بدل ما تسويه في الفرن تحطي معلقه سمنه صغيره في قلب طاسه وتبتدي ان انتي تحمري الفطاير بتاعتك بس على نار هاديه او متوسطه علشان خاطر الفطيره معاكي تستوي وتتحمر وتبقى رهيبه. زي ما انتوا شايفين الكريمه بتاعتنا جوسي جدا، عشان كده قلتلك المقدار بتاع الكريمه ده حلو قوي قوي، لان بيخلي الكريمه طريه كده وزي القشطه وانتي بتاكليها، مش حاجه كده تقيله وطعمها مش حلو. جربي الفطيره المورقه، وطبعا تورقتها باينه، هي بنات يعني بتتكلم عن نفسها، هتلاقيها سهله وبسيطه جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله وتعملوها وتعجبكم جدا جدا جدا. لو وصلتي بقى معايا لغايه هنا من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير للوصفه عشان توصل لكل الناس، واستنوني في وصفات جايه كتير على بيج فانيلا ومستكه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.